أنا باعمل إعلانات بقى لي 8 سنين، وعرفت إيه هي ال3 حاجات اللي بتخلّي إعلانك يا ينجح يا يفشل. بكل بساطة رقم 1 إنك تعرف العميل الصح بتاعك، رقم 2 إنك تعرف المنصة اللي العميل بتاعك ده موجود عليها، ورقم 3 إنك تعرف الرسالة الصح اللي لازم توصل بيها للعميل ده. لو عرفت العميل صح وعرفت المنصة صح بس الرسالة غلط، هتلاقي 0 مبيعات. لو عرفت المنصة صح والرسالة صح بس العميل غلط، طبعًا 0 مبيعات. لو عرفت العميل بتاعك وعرفت الرسالة الصح ليه بس ما عرفتش هو موجود على أنهي منصة، برضه 0 مبيعات. فلازم تحقق ال3 شروط دي مع بعض، تعرف العميل الصح موجود على أنهي منصة، إيه الرسالة المناسبة ليه. وأنا في دبلومة The Good Academy باعلّمك كل حاجة بالتفصيل، وباقول لك إزاي تحقق ال3 شروط دول مع بعض علشان تكسب أكتر فلوس ممكن تكسبها من الإعلان بتاعك. فادخل دلوقتي على دبلومة The Good Academy اللي هتعلّمك إزاي تعمل إعلانات تحقق لك مبيعات كبيرة جدًا، سواء أنت عندك مشروع أو تحقق لك مبيعات كتيرة جدًا لو أنت بتعمل ماركتنج لأي مشروع تاني أو بتشتغل مع أي client. ادخل دلوقتي على دبلومة The Good Academy، هتلاقي اللينك بتاعنا في البايو، أو اكتب لنا في الكومنتس كلمة تفاصيل علشان تعرف الخطة اللي هتخلّيك تحقق ال3 شروط اللي هيوصّلوا الإعلان بتاعك إن هو يجيب مبيعات كبيرة جدًا.